مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من كلام جريء. النهاردة موضوعنا شائك وخطير، وهو العلاقات المصرية الإسرائيلية بعد الثورة. لكن قبل ما نبدأ نقاشنا مع ضيفنا العزيز، أحب أرحب بزميلتي سارة. ازيك يا سارة؟ اهلا بيك يا تامر، اهلا بيك. مشاهدينا، فعلا النهارده هنتكلم عن العلاقات المصريه الاسرائيليه، وزي ما احنا عارفين كلنا انه العلاقات بتتارجح، يعني شويه مع اتفاقيه السلام وشويه ضدها، شويه مع التطبيع وشويه ضده. هنعرف اكتر عن العلاقات المصريه الاسرائيليه مع ضيفنا اللي بينورنا النهارده، سياده السفير محمد بسيوني، سفير مصر في اسرائيل لمده تزيد عن 20 سنه، وشاهد على الكثير من الأحداث التي تدور في كواليس المطبخ السياسي. بنرحب بحضرتك يا فندم جدا على شاشة المصرية. أهلا وسهلا. اسمح لنا نبدأ الحوار لكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا، هنبدأ كلامنا عن العلاقات المصرية الإسرائيلية لكن بعد الفاصل. مشاهدينا، رجعنا لكم مرة تانية علشان نبدأ كلامنا الجريء جدا النهاردة عن العلاقات المصرية الإسرائيلية. سيادة السفير، في البداية يعني في الوقت اللي فات ناس كتيرة قوي بدأت تشوه في اتفاقية السلام، وخصوصا بعد الثورة ناس بدأت تلعب على هذا الوتر إنه لا، إحنا ضد اتفاقية السلام ولازم تلغى. عايزين نركز شوية على هذه النقطة، لأنه عايزين نوضح الصورة للمشاهد المصري، لأنه كتير بيتلقى من وسائل إعلام مختلفة بتشوه هذه الصورة. لا شك أنه كل من يبدي رأيه في هذا الموضوع هو بيبديه من الناحية الوطنية، من ناحية وجهة نظره، لا يقصد أكثر من ذلك. ولكن من المهم جدا أن احنا نعرف حقيقة الموضوع، لأن في النهاية هو أين مصلحة مصر الوطنية والقومية والأمن القومي المصري. عشان نحكم على أي شيء لازم نشوف هل هذا الموضوع يؤثر على الأمن القومي المصري، هل ما هو الإفادة اللي احنا بنستفيدها من الناحية الوطنية والقومية لهذا الموضوع ولا لا. أكيد. طيب احنا لو بصينا لمعاهدة السلام، مفيش شك انه اي اتفاقية او اي معاهدة لازم يكون الطرفين فايزين، وين وين، يعني الاثنين يعني كسبانين، مفيش حد على حساب حد، مفيش حد يبقى، مش ممكن تبقى في اتفاقية طرف كسبان وطرف آخر خاسر. طيب احنا هذه الاتفاقية ما حققته لمصر؟ عشان برضو نعرف الموضوع. حققت معاهدة السلام لمصر الآتي: نمرة 1، انسحاب إسرائيل من 60,000 كيلو متر مربع اللي هي سيناء، تفكيك كل المستوطنات اللي كانت في سيناء، إعادة حقول البترول اللي كانت محتلها إسرائيل في سيناء وكانت بتستنزف كل الإمكانيات الآبار البترول اللي موجودة، رجعت لنا. نمرة 4، كنا بنخصص حوالي أثناء احتلال سيناء كنا بنخصص حوالي 75% من دخلنا القومي للمجهود الحربي. النهاردة كنا ازاي نستثمر في ظل وجود الاحتلال؟ النهاردة الاحتلال انتهى، بنستغل الميزانية في عملية تنمية مصر. الاستثمار، انهي رأس مال أجنبي كان يقدر يغامر بالاستثمار في مصر في ظل وجود الاحتلال؟ رأس المال دايما جبان. فالنهارده بدأت عملية الاستثمار الأجنبي. النهارده قناة السويس وحسن واستمرار العمل فيها. صحيح هي قناة السويس كانت تم تشغيلها قبل معاهدة السلام، كانت في 5/6/1975، ولكن كانت نضمن منين استمرار العمل في قناة السويس في ظل احتلال إسرائيل لسيناء؟ إذن لا شك إنه معاهدة السلام حققت الكثير جوانب إيجابية كتير. هناك من يقول أن إسرائيل استفادت أكثر من مصر من هذه المعاهدة، وهناك من يقول أن هناك خسائر مصرية، منها تصدير الغاز بأسعار أقل من سعره الحقيقي، وهذا مرتبط بالمعاهدة، وأنا لا أعلم على وجه التحديد إذا كان مرتبط بالمعاهدة أم لا، وأشياء أخرى كثيرة. فما هي كمان سلبيات المعاهدة من وجهة نظر حضرتك؟ طيب، موضوع الغاز عشان نوضحه، لا وجود لموضوع الغاز في معاهدة السلام، مش موجودة. يعني معاهدة السلام، اتفاقية الغاز كانت سنة 2005، معاهدة السلام 1900. ده يمكن طريقة لإلقاء اللوم على المعاهدة؟ لا التخلص من المسؤولية. المعاهدة ما فيهاش فعلا، لا المعاهدة فيها بنود سرية
ولا المعاهدة فيها موضوع الغاز. الكلام ده مش موجود فيها، ده جه بعد المعاهدة. فأنا في تقديري أن المعاهدة حققت الكثير لمصر، ومرة أخرى موجودة. طيب إذا كان هناك بند من البنود في الترتيبات الأمنية نريد تعديلها، فالمادة 4 بند 4 بينص على أنه إذا أراد أحد الطرفين تعديل بند من بنود الترتيبات الأمنية فإنه يمكن بحث هذا الموضوع في خلال 3 أشهر، ولكن القرار يكون باتفاق الطرفين. يعني إذن حتى لو كان هناك في بند من البنود نريد تعديله فممكن ان احنا في امكانيه التعديل، يعني ممكن ان نثيره، ولكن باتفاق الطرفين. هو انا مع حضرتك، هو ما فيش حد يقدر يقول انه يعني ضد السلام بالتاكيد، لكن هل اسرائيل فعلا عايزه السلام يا فندم؟ شوف انا هقول لحضرتك حاجه، ما هو ما فيش شك ان معاهده السلام بين مصر واسرائيل ده موضوع مهم جدا بالنسبه ده حجر الاساس لتحقيق السلام في المنطقة كلها. يعني موضوع معاهدة السلام، لأنه قبل معاهدة السلام كان في اتفاقية كامب ديفيد. اتفاقية كامب ديفيد كانت يوم 17 سبتمبر 1978، ودي إطار عام للسلام في الشرق الأوسط، واخد بال حضرتك. ثم معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في 26 مارس 1979. فإذا النهارده معاهدة السلام ده حجر الأساس بالنسبة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة كلها. سيادة السفير، بذكر حضرتك كامب ديفيد والعلاقات في الوطن العربي، عايزة أتوقف عند النقطة دي. يعني يتقال إنه كامب ديفيد كانت سبب توتر العلاقات بين مصر والدول العربية المجاورة، لأنه وقت توقيع هذه الاتفاقية، اتفاقية كامب ديفيد، كانت فلسطين بتتضرب. فاحنا عايزين نفهم اكتر، برضه احنا نفهم والمشاهد كمان يفهم. وهل يعني انه قال لك انه يا دوب بدانا العلاقات ترجع تاني ومصر تاخد مكانتها وقت ثوره 25 يناير؟ طيب هو الحقيقه في 3 تواريخ لازم احنا كمصريين نكون حافظينهم، لان دول اللي يتصلوا بموضوع السلام وفي المنطقه. اول تاريخ اللي هو 19 نوفمبر 1977 اللي هو تاريخ زياره الرئيس الراحل أنور السادات للقدس، ووقف على منبر الكنيسة وقال أنني لم أتي إلى هنا من أجل تحقيق سلام منفرد، ولكنني حضرت من أجل تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل، خاصة القضية الفلسطينية التي تعتبر جوهر الصراع العربي الإسرائيلي. دي الزيارة الأولانية، ورسالة وجهها للرأي العام الإسرائيلي من على منبر الكنيسة، وقال لهم أنا جاي في ادي الموقف اهو بالكامل، وشرح لهم الموقف بالكامل. وتم الاتفاق في هذه الزيارة على أنه الترتيبات الأمنية الطرفين يعني، ويكون على مائدة المفاوضات وحل المشاكل بالطرق السلمية. دي أول تاريخ زيارة السادات للقدس. التاريخ الثاني اللي هو كامب ديفيد، ناس كتير بتغلط وتقول على معاهدة السلام اتفاقية كامب ديفيد. لا، اتفاقية كامب ديفيد احنا اتفقنا انها في 17 سبتمبر 1978، ودي كانت اطار عام للسلام في الشرق الاوسط. وعشان نؤكد على ان احنا ما بنتكلمش سلام منفرد، وضعنا فقرة عن الحكم الذاتي الفلسطيني. واما بالنسبة لمصر اتفق في كامب ديفيد على انه خلال 3 اشهر يتم التوصل لاتفاق سلام وحل المشاكل بالطرق السلميه ونبذ العنف والى اخره. ده كامب ديفيد. اذا كامب ديفيد ده اطار عام للسلام في الشرق الاوسط. ناس كتير بتخلط بين كامب ديفيد ومعاهده السلام، لا، فرق كبير. التاريخ الثالث اللي هو مهم اللي هو 26 مارس 1979 اللي هو معاهده السلام المصريه الاسرائيليه، اللي فيها انهاء حاله الحرب، انهاء المقاطعه، نبذ العنف، حل المشاكل بالطرق السلميه، اقامه علاقات دبلوماسيه وقنصليه وعلاقات ثقافيه واقتصاديه والى اخره. يعني كلها علاقات. وكان في ملحق لهذا الاتفاقيه برضه عن المسار الفلسطيني. دي ال3 حاجات اللي موجوده. مرة أخرى مفيش بنود سرية في معاهدة السلام أبدا،
ومعاهدة السلام فيها ترتيبات أمنية تحقق الحد الأقصى لتأمين. سيادة السفير حضرتك برضو ما جاوبتنيش، ليه هذه الاتفاقيات سببت توتر بين العلاقات المصرية والدول العربية؟ طيب وكانت النتيجة إيه يا فندم؟ إن هل إحنا اللي رجعنا للدول العربية ولا الدول العربية اللي رجعت لمصر؟ أنا بسأل السبب. ما هو أنا هقول لحضرتك، ما هو طبعا كان هناك في توتر بدليل إن الجامعة العربية انتقلت من مصر إلى تونس، ولكن في النهاية رجعت تاني. طيب أنا عاوز أسأل سؤال واحد، الدول، أنا مش عاوز أجرح في حد ولا أجيب، إحنا بنسعى على إقامة علاقات علاقات هايلة وجميلة مع كل الدول العربية. طيب الدول اللي هجمتنا عشان معاهدة السلام، هل حررت أرضها؟ هل استعادت أرضها المحتلة؟ ما حصلش. فإذا إن إحنا كنا ماشيين في الطريق السليم، وإحنا أكدنا. طب ده يا فندم فيما سبق، يعني ده حدث فيما سبق ان معاهده السلام او كامب ديفيد او كل ده، لكن ما هو حالي وما هو اتي؟ يعني حضرتك مشكورا بينت لنا ان اتفاقيه الغاز دي ليست جزءا من اتفاقيه كامب ديفيد. لا لم يذكر فيها، وانما تنازلات من النظام السابق. ربما حضرتك ما لم تبين ذلك، ولكن هذا ما استنبطته انها تنازلات. لا يعني انا في يعني هي في خسائر حصلت لنا نتيجه فرق الاسعار، ما فيش شك. ده مثال يا فندم. انا بتكلم ان احنا بدانا نتخذ مواقف حاليه بالنسبه للمصالحه الفلسطينيه او بالنسبه لفتح المعبر، لما الفريق سامي عنان يصرح تصريح واضح وصريح ويقول ان المعبر ما بين مصر وفلسطين هو شأن داخلي ما بين المصريين والفلسطينيين. تمام. وهل شايف حضرتك ان ده تطور في الدور المصري، وهل ده هيأثر على العلاقات المصريه الاسرائيليه ام لا؟ ليه يأثر؟ ما هو مصر هم اتخضوا يا فندم، هم اتخضوا، تصريحاتهم بتقول كده. انا هقول لحضرتك، انا بعمل على تحقيق السلام وليس الاستسلام. انا اعمل على تحقيق السلام القائم على العدل والحق، واخد بالك؟ وفرق كبير بين سلام واستسلام. انا بعمل على تحقيق السلام. موضوع المعبر ده شأن داخلي، لانه اتفاقيه المعابر اللي وقعت في 15 نوفمبر 2005 لم أكن طرفا فيها، كانت بين إسرائيل، وكان شاول موفاز وزير الدفاع هو اللي وقعها، ومحمد دحلان عن السلطة الفلسطينية، وخفير سولانة عن الاتحاد الأوروبي، وكونداليزا رايس كانت شاهدة. لم أكن طرفا فيه، ولكن أنا موضوع المعبر من الجهة المصرية هو مصري صرف، ويتبع السيادة المصرية تماما على أرضها. وكلام الفريق عنان 100% صحيح. وبالنسبة للمصالحة مالها يا فندم؟ المصالحة الفلسطينية الآن ده توجهات مصرية مختلفة عما سبق، أو يعني أنا عايز أسأل السؤال بطريقة أحسن شوية. دلوقتي كانت المخابرات المصرية هي اللي بتتولى الملف ده، هل رجوع الملف ده للخارجية المصرية من الأفضل حضرتك تفضله، أم وجود المخابرات في هذه المناطق الحساسة من الأفضل؟ هو بالتأكيد لا غنى عن دور المخابرات هنا أو دور الخارجية هنا، ولكن اللي بيتصدر المشهد كان المخابرات، دلوقتي الخارجية رجعت تتصدر المشهد تاني، أيهما أفضل؟ لا، هو في قنوات، في قناة رسمية وفي قناة سرية. عندما يتطلب الأمر استخدام القناة السرية تعمل مصر، لأن مصر دولة مؤسسات. ما حدش مش دولة حد، ده مصر دولة مؤسسات. عندما تجد مصر أن هناك حاجة لاستخدام القناة السرية تستخدم القناة السرية، عندما يكون هناك حاجة لاستخدام القناة الرسمية تستخدم القناة الرسمية، والاثنين مع بعض بيتعاونوا في سبيل تحقيق هدف واحد، مصلحة مصر الوطنية والقومية. فلذلك أنا مانيش شايف أبدا أي تعارض، وفي تعاون وثيق بين الخارجية والقناة السرية. عندما يتطلب الأمر مثلا ان حد يسافر بصفه سريه ويروح يقابل مثلا حماس ولا في دمشق، ولا يسافر، الكلام ده ما تقدرش تعمله القناه السريه الرسميه، واخد بال حضرتك؟ وكمان غير مطلوب من القناه الرسميه انها تعمل اعمال يعني تقوم بها القناه السريه. فلذلك انا بقول لك مصر دوله مؤسسات، وهناك تعاون تام بين كل مؤسسات الدوله. في النهايه أين مصلحة مصر الوطنية والقومية؟ أكيد سيد السفير. سيد السفير، عايزة أتوقف عن ما بعد 25. اتفضلي. العلاقة المصرية الإسرائيلية بعد الثورة والتخوفات اللي بنستشعرها شوية من الجانب الإسرائيلي خاصة،
ومصير المعاهده، وخصوصا انه في ناس كتيره قوي بتنادي حاليا بالغاء هذه المعاهده؟ اولا احنا اتكلمنا عن المعاهده، وانا بقول انه في النهايه اين مصلحه مصر؟ اكيد. وشرحت اذا كان هناك بنود نرجو تعديلها موجوده في المعاهده بالنسبه للترتيبات الامنيه. انا هتكلم بالنسبه لاسرائيل. هو بعد الثوره المباركه بتاعت 25 يناير ما فيش شك انها نقله جميله، نقله في اتجاه اقامه دوله ديمقراطيه مدنيه حديثه. هي دي الاهداف بس. وعشان نعمل الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة لازم يكون في حكم رشيد. والحكم الرشيد لازم نمرة واحد ديمقراطية، التطبيق الديمقراطي الصحيح وعدم تأليه الفرد، ودي نقطة مهمة جدا. تطبيق ديمقراطي صحيح وعدم تأليه الفرد. 2 شفافية في الحكم. 3 مساءلة كل من يخطئ يسأل. الكلام ده كله، القاطرة اللي بتشد الكلام ده كله اللي هو العلم والبحث العلمي. هذا هو خلاصة لموقف الثورة بتاعت 25 يناير. أما ليه خلق التخوف؟ أما أنا حاجة بقى للتخوف. التخوف إن إحنا مثلا كانت الإخوان المسلمين بتشكل عنصر غير مرغوب فيه قبل 25 مثلا. الإخوان المسلمين جت الثورة وقالت الإخوان المسلمين دول نسيج من النسيج المصري، وممكن انهم طالما يخضعوا للقانون فانه ممكن يشاركوا في الحكم. ده يعني ده في ديمقراطيه اللي هي نمره واحد التطبيق الديمقراطي الصحيح. اسرائيل عندها تخوف. ايه التخوف؟ التخوف ان يجي نظام اسلامي راديكالي لا يعترف باسرائيل ويلغي الاتفاقيه. وبعدين طبعا اذا كان الكلام ده هيتلغي، موضوع المرور في قناه السويس، موضوع امداد اسرائيل بالغاز، دي النقاط اللي بتثار. طب ما القياده المصريه اوضحت ان مصر دوله ديمقراطيه وتحترم تعهداتها الدوليه. في معاهده سلام احنا بنحترم تعهداتنا الدوليه. في اتفاقيه الخاصه بمثلا المرور في قناه السويس، ده في اتفاقية القسطنطينية ل 1888 حرية المراحل في قناة السويس طالما ما فيش حالة حرب. بس احنا ما اشتركناش في وضع الاتفاقية دي يا فندم، ده كنا احنا دولة محتلة في الوقت ده. ايوه بس دلوقتي شغالة يعني لحد دلوقتي شغالة. طب ودي فيها عيب ايه؟ ان طالما ما الدولة اللي انت في حالة حرب معاها تمنعها من بس النظام السابق استغل هذه الاتفاقية لتمرير النقلات الأمريكية اللي رايحة تضرب العراق مثلا يا فندم. يعني هو اتفاقيه. لا يعني احنا بنتكلم بقى على بعد 25. انا عايز اتكلم بعد 25. حضرتك خلينا نتكلم على على المستقبل. يعني نسيب الماضي ونتكلم على المستقبل. نتكلم على المستقبل. احنا ناس بتحترم، وبلغنا اسرائيل وبلغنا العالم كله ان احنا مصر دوله تحترم تعهداتها. واخد بال حضرتك؟ فيعني هذا بالنسبه رد على سؤال حضرتك. فمن هنا ان اسرائيل ليس لديها الحق في التخوف من لان احنا حكم ديمقراطي. طب هو ايه يا فندم سر اللخبطه اللي هم فيها؟ يعني انا من قراءتي للمواقع الاسرائيليه وجرايدهم وبيريز الشهر اللي فات قال لك ده حكم اسلامي هيجي، شويه يجي سياسي اخر اسرائيلي يقول لك لا لا ده حكم عسكري ما فيش ثوره ولا حاجه، ومش عارف وجرايدهم تقول كلام ثالث. هم مش عارفين بالظبط ايه اللي بيحصل. انا بقول لحضرتك هم متخوفين ان يصل للحكم في مصر نظام اسلامي راديكالي يؤدي الى عدم الاعتراف باسرائيل والغاء المعاهده. احنا قلنا لهم يا جماعه دي مصر احنا بنتكلم عن دوله ديمقراطيه مدنيه حديثه، نحن نحترم تعهداتنا الدوليه بالتاكيد. وبالتاكيد ان احنا دوله محترمه بتحترم تعهداتنا الدوليه. فده السبب ان هم خايفين من الثلاث نقاط دول. المرور في قناه السويس طالما ما فيش حاله حرب احنا بنمرر الناس طبقا لاتفاقيه القسطنطينيه. الغاز احنا والله اذا كان الاسعار مش مناسبه احنا، والمعلومات حضرتك احنا تم تعديل اسعار الغاز خلاص. واخد بال حضرتك؟ فدي احنا دوله نحترم تعهدات.
طب سعاده السفير، اسمحي لي يا اتفضل. ساره في السؤال ده، لان قبل ما اساله عايز انوه طبعا ان سياده السفير خدم في سفارتنا في طهران، وخدم صحيح. في سفارتنا في سوريا كملحق كل عسكري حاجة، واليمن قبل حرب والأردن 73 وكل كان حاجة. بينسق في الحرب. فيعني حضرتك كنت دايما في دول مواجهه. اسرائيل متخوفه ايضا لهذا السبب، التقارب المصري الايراني، وانا واحد من الناس اللي بيسعدني طبعا التخوف الاسرائيلي يعني مش ما بهتمش قوي يعني، بس هو متخوفه برضه وعامل لها حاله من اللخبطه. هل تعتقد ان العلاقات المصريه الاسرائيليه ستتاثر بهذا التقارب المصري الايراني؟ سيدي الفاضل، بعد 25 يناير سياسة مصر واضحة تماما، هي إقامة علاقات جيدة مع جميع الدول صغيرها وكبيرها. صحيح احنا بنركز على الداخل، بنركز على الأمن في الداخل، وبنركز على الاقتصاد في الداخل ولا آخره داخليا، ولكن بالنسبة لخارجيا عاوزين زيرو مشاكل، زيرو مشاكل مع كل الدول. ده المبدأ العام. بالنسبة لإيران، إيران ما فيش شك إنها دولة إسلامية لها قوة ولها قدرة، لا داعي إن احنا نعاديها. واخد بال حضرتك؟ صحيح إن الأيديولوجية مختلفة، يعني الأيديولوجية الفارسية تختلف عن الأيديولوجية الدول العربية، وفي مشاكل كتيرة زي ما حضرتك عارف. فإحنا يعني بنهتم بإعادة علاقات مع الجميع، ولكن دون أن يكون هناك مساس للموقف الداخلي بتاعنا أو للدول العربية، أو أن إحنا يحصل مشاكل مع إحدى الدول العربية أو الخليجية. يعني لسه ما زال مشكلة الثلاث جزر، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. عارفين التدخلات بتاعت إيران في العراق، عارفين التدخلات في لبنان وحزب الله حماس. واخد بال حضرتك؟ نحن نرحب بالعلاقات، ولكن دون ان يكون لذلك اي تاثير على الوضع الداخلي. واخد بال حضرتك؟ يعني لو انت قلت لي بصراحه رايك ايه في الموضوع ده، هقول لك والله دي ايران دي دوله كبيره، دوله اسلاميه، ولكن الايديولوجيه مختلفه، ومع ذلك يجب الا نخلق من ايران عدوا. يجب الا نخلق من ايران عدو. ده رأيي بالنسبة للعلاقات مع إيران. والله إذا إيران يعني استجابت للموقف ولم تعمل على التدخل في شؤوننا الداخلية، فإنها دولة إسلامية كبيرة لها احترامها، لها طبعا احترامها أكيد. وتقديرها، ويجب ألا نخلق حتى لو ما كانش فيه صداقة ألا نخلق من إيران عدو. أكيد سيادة السفير. وعايزة أتوقف شوية عند بعض المخاوف اللي كانت الوقت اللي فات عند بعض الناس من جهة الأمنية بين مصر وإسرائيل، وخصوصا وقت الثورة. يعني أمن مصر من هذه الجهة الشمالية الشرقية، عايزين نتكلم عن النقطة دي أكتر ونلقي عليها الضوء. يعني أنا في تقديري إن معاهدة السلام حددت حجم القوات اللي موجودة في سيناء، وقسمت سيناء إلى 3 مناطق. المنطقة ألف اللي هي من قناة السويس حتى المضايق. المضايق ده خط الدفاع الرئيسي عن مصر من الجهة الشمالية الشرقية، ودي حوالي 50 كيلو. هذه المنطقة فيها 22 ألف جندي. الناس بتقول يعني بدون، بيفتكروا ان سيناء عادت بدون اسنان. لا، سيناء ما عادتش باسنان، لا سيناء عادت بانياب. فالمنطقه الاولى اللي هي من قناه السويس حتى خط المضايق في 22 ألف جندي، في 230 دبابه، في 480 عربه مدرعه، في 126 مدفع ميدان، في 126 مدفع مضاد. وهذا لا يتغير يعني نعم يا فندم، هذا لا يتغير. لا موجود. موجود على الارض. وانا عندما كنت رئيسا للجنه الشؤون العربيه والخارجيه والامن القومي في مجلس الشورى، انا كنت دايما بأدعى للمناورات بتاعه القوات المسلحه، وشفت بعيني القوات اللي موجوده في سيناء. فانا عاوز اطمن الراي العام المصري ان حجم القوات المسلحه اللي موجوده في سيناء تحقق الحد الاقصى للدفاع عن سيناء. وهقول لك حاجه بسيطه نرجو يعني انها ما تحصل. يعني نفرض ان قامت حاله حرب والغيت الاتفاقيه، ايه اللي يمنعني ان انا ادفع قوات من الضفه الغربيه للضفه الشرقيه؟ يعني بس ده ان شاء الله مش هيحصل، لانه احنا ملتزمين بالمعاهده، واسرائيل
ملتزمة بالمعاهدة. إذن اللي أنا عاوز أقوله إن عاوز أطمن الرأي العام أن حجم القوات المسلحة في سيناء بتحقق الأمن عن الاتجاه الشمالي الشرقي. طب السفير محمد بسيوني، للأسف احنا وقتنا بيخلص، بس أنا كنت عايز أتوقف عند محاضرة ألقتها حضرتك سنة 2008 في مكتبة الإسكندرية، وأثارت مشاكل شبه عالمية، يعني مش إقليميا وعالميا. حضرتك أهم حاجة أنك وصفت معظم زعماء إسرائيل أنهم غير أكفاء سياسيا. هل ده حصل فعلا يا فندم؟ ورأي حضرتك هل ده هيؤثر على العلاقات المصرية الإسرائيلية في المستقبل ان احنا بنتعامل مع ناس غير أكفاء سياسيا؟ يعني شوف، أنا هقول لحضرتك، هو لا شك إن حصل يعني تحريف في المحاضرة. وبعدين أنت عارفني أن أنا دايما دقيق جدا في كلامي وحريص جدا، وما بتطلعش الكلمة إلا بحساب. فيعني الكلام حرف. يعني مثلا قال لك ايه ان محمد بسيوني كان رايح هناك ضابط مخابرات. يا سيدي انا لا انقطعت صلتي بكل اجهزه المخابرات عندما انتقلت من المخابرات الحربيه ويعني القوات المسلحه الى وزاره الخارجيه، انقطعت واصبحت صلتي بوزاره الخارجيه. عندما توجهت بعد وزاره الخارجيه الى البرلمان انقطع صلتي بوزاره الخارجيه واستمرت صلتي كراجل برلماني. إذا اللي أنا عاوز أقوله، هو في واحد في إسرائيل ما خدمش في الجيش، في واحد في إسرائيل ما خدمش في المخابرات. يعني أيوة، اسمح لي بس ختاما لكلامنا عشان فعلا وقتنا بينتهي، لكن حضرتك طبعا توضيح حضرتك واضح إنه كان حصل تأويل وتحريف للكلام. سؤال أخير ما ينفعش حضرتك تكون معانا غير ونلقي الضوء على فلسطين. اتفضلي. والسلام في فلسطين ودور مصر اللي ممكن يكون هيحصل بعد هذه الثورة المباركة زي ما حضرتك ذكرت الوقت اللي جاي. أيوة. ختاما، شوفي، أنا في تقديري إن الموضوع السلام في الشرق الأوسط لابد أن يحدث مهما طالت المدة، ولكن المطلوب أن يكون هناك ضغط على صانع القرار في إسرائيل. بدون إجبار لصانع القرار في إسرائيل ننسى موضوع إنه هيحصل سلام. في خطوات تمت، يعني النهارده في سلام بين مصر واسرائيل، سلام بين مصر والاردن، واخده بال حضرتك؟ وصلنا في مع الفلسطينيين لاتفاقيات اوسلو، وتم اعاده الانتشار من 42% من مساحه الضفه الغربيه. اذا في خطوات تمت، وانا في تقديري ان اذا ارادت اسرائيل ان تحقق الامن لمواطنيها فعليها تحقيق السلام، لأن السلام فقط هو الذي يأتي بالأمن، وليس الأمن يأتي بالعكس. إذا أرادت إسرائيل أن تحقق الأمن لمواطنيها فعليها تحقيق السلام، لأن السلام هو الذي يحقق الأمن. لذلك أنا بقول مهما طال المدة، مش ممكن إسرائيل تفضل طول حياتها في حالة حرب وفي حالة عداء وفي حالة عداء مع الجيران بتوعها. واحنا دايما نقول بدون حل عادل للمشكلة الفلسطينية اللي هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي لا أمن ولا سلامة ولا استقرار في المنطقة. كلام رائع نختم بيه حلقتنا يا تامر. كلام جميل جدا سيادة السفير، احنا سعداء جدا حضرتك كنت معانا. كان معانا حد خدم مصر على كل الجبهات عسكريا ودبلوماسيا وبرلمانيا، فاحنا سعدنا جدا بوجود حضرتك معانا دكتور. اهلا وسهلا. شكرا ليك يا تامر، وطبعا بشكر سياده السفير اللي كان منورنا النهارده، سفيرنا سفير محمد بسيوني سفيرنا السابق في اسرائيل. شكرا ليك يا فندم. اهلا وسهلا. مشاهدينا اتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا، نشوفكم بكره وفريق عمل جديد وكلام جريء.